بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وسلام يا رب. النهارده بقى هنعمل لكم الراعي الرسمي بتاع رمضان اللي كل البيوت بتعملها، بس انا هعملها في البيت مش هشتريها من بره. ما تشتريهاش بالغالي يا جماعه، اعملوها في البيت وهي سهله واقتصاديه ومش هتكلفك اي حاجه. هنبدأ بسم الله. هنا معانا 2.5 كوباية دقيق و2.5 كوباية مية ومعلقة صغيرة خميرة ونص معلقة صغيرة بيكنج باودر وربع معلقة صغيرة بيكنج صودا اللي هي بتاعة الطعمية يا جماعة، ومعلقة صغيرة سكر ورشة ملح. ونحط كل ده في الخلاط. بس انا حطيت الكوبايتين المية الاول وبعد كده خليت معايا النص علشان احطه شوية بشوية عشان مش كل دي يا جماعة زي بعضه. فانا ضربت كل المقدار مع في الخلاط هنا عندي، وبعد كده بدأت ان انا احط النص الكوبايه اللي انا سبته شويه بشويه لحد ما اشوف آه، العجينه معايا سمكها عامل ازاي، علشان مش كل الدقيق زي بعضه. هنا هقلب تقليبه كده علشان اقلب كل الدقيق معايا، وبعد كده هرجع احط باقي المقدار الميه، وبعد كده هشغل الخلاط علشان العجينه تبقى ملساء معايا وكل الخليط يبقى اتقلب. وبعد كده هبدأ ان انا اصفيها بمصفى علشان ما يبقاش فيه اي تكتلات. هي هتاخد يا جماعة 2.5 مية على 2.5 دقيق. ده المقدار المظبوط، وهتطلع معاكي القطايف مظبوطة بإذن الله. امشي على نفس الخطوات وعلى نفس المقادير وإن شاء الله هتدعيلي، وعايزة منكم دعوة حلوة واشتراك في القناة. إن شاء الله هتعجبكم وتعجب أولادكم وتعجب كل ضيوفكم، واقتصادية وعلى قد الإيد بإذن الله. كده هبدأ ان انا اجيب مصفى وابدأ اصفيها زي ما قلت لكم، علشان لو في اي تكتلات، بس باذن الله ان شاء الله ما فيهاش اي حاجة، بس برضو احنا بنعديها على المصفى علشان لو في اي حاجة ذرة دقيق او كده نبقى برضو تبقى معانا ناعمة وجميلة. بعد كده هسيبها تخمر لمدة نص ساعة في مكان دافي واغطيها، وبعد كده هنبدأ اهو كده يا جماعة. هي كده خلاص اختمرت. هجيب معايا اي طاسة عندي واحطها على نار هادية لحد ما تسخن، وبعد كده هبدأ اصب لكم اصب معاكم اول واحدة وتشوفوها بإذن الله. اهو يا جماعة شايفين دي اول واحدة اهي. نبدأ ان احنا نصبها ومش هنحركها يا جماعة لحد الفقاقيع دي كلها ما تختفي والعجين ده كله يستوي معانا، وبعد كده هنبدأ نحركها ونعينها من الطاسة. يبقى كده ان احنا ضمننا ان هي استوت. اول ما العجين ده يختفي يبقى كده ان هي استوت بإذن الله. بعد كده هنحضر معانا فوطة ونحط معانا القطايف على طول علشان ونغطيها بالفوطة علشان بعد كده نضمن ان هي تبقى طرية وجميلة معانا. شايفين احمرت وجميلة ازاي؟ احمرت وبقت جميلة ازاي اهو يا جماعة. اهو حطيتها بين فوطة، وبعد كده هعمل معاكم كذا واحدة دلوقتي وهوريكم برضو علشان اللي ما خدش باله ومرش ما كانش مركز في الاول فيركز معايا يا جماعة. الاول بتعمل فقاعات، اول ما تعمل فقاقيع كده يا جماعة تعرفوا ان هي كده اختمرت، وهي كده كل الخطوات انا كده ماشية مظبوط والعجينة مظبوطة معايا. مش هنحركها خالص يا جماعة لحد الفقاعات دي كده ما تختفي خالص، العجينة دي تختفي كلها. يا دوبك ان انا هبدأ احركها تبقى كده اضمن ان هي تبقى احمرت من تحت كده، وبعد كده انا مش بقلبها على الوش التاني يا جماعة، هو وش واحد بس وخلاص. شايفين بقى كل الكمية يا جماعة؟ بسم الله ما شاء الله قطعت قد ايه. شايفين الطراوة بتاعتها وشايفين الجمال والحلاوة، واحمرت اهي من تحت وبقت جميلة زي بتاع الشارع واحلى كمان من بتاع الشارع، ونظيفة وطرية وكويسة. وانا ضامنة نظافتها. ودلوقتي هنحشيها. متاح عندنا هحشيها بالعجوة. وبعد كده هي دي الفورمه اللي انا وريتها لكم في المشتريات يا جماعه، دي بتاع القطايف. هوريكم اهوت دلوقتي استعمالاتها ازاي. اهو حطينا القطايف وبعد كده بحط وبضغط يدينا الزجزاج على الحروف زي ما انتوا شايفين كده. الشكل روعه وجميل، وبعد السوا بتبقى نفس الشكل ده بيظهر مش بيختفي يا جماعة، والأطفال بتحب الأشكال دي. علشان كده بقول لكم هاتوها وهي متاحة في كل الأسواق ورخيصة مش غالية.
وهي بتسهل عليكي ان هي بتقفلك الطروف جامد، علشان بعد كده ما تفتحش معاكي في الزيت وانت بتحمريها. انا هعمل كل الكمية زي كده يا جماعة، زي انا ما وريتكم، هعمل الكمية كلها، وبعد كده هنيجي واحنا بنحمر في الزيت بإذن الله، وبعد كده هنحطها في الشربات. بتبقى جميلة وطرية وحلوة ومقرمشة من بره وطرية من جوه. وبتبقى حلوة وجميلة اهو يا جماعة. انا هعمل كل الكمية، وشايفين الكمية بسم الله ما شاء الله قطعت قد ايه معاكي، والشكل جميل وروعة، والطراوة ما اقولكمش، وان شاء الله هتعجبكم وتعجب كل ضيوفكم. جربوها بإذن الله مش هتندموا. وكوبايتين ونص دي يا جماعة عمل لي بتاع كيلو قطايف، شايفين بقى اقتصادية وعلى قد الإيد. وهنا هنبدأ نحمرها في زيت غزير وسخن، هنحط على قد الطاسة، وبعد كده مش هنقلب يا جماعة إلا أما اللي هو من تحت يعني يتحمر جامد، ابدا ان انا اقلب على الوش التاني، علشان ما افضلش اقلب يمين وشمال فتفتح مني في الزيت. هي تقليبة واحدة بس يا جماعة، اول ما اشوفها ان هي احمرت هي على الجنب التاني وخلاص، وابدأ ارفع بشبكة او باي حاجة عندي علشان اصفي منها كل الزيت. وبعد كده وهي سخنة كده ابدأ ان انا احطها في الشربات تقيل. عندي شربات تقيل يا جماعة، طبعا كلنا عارفين شربات التقيل، كوبايتين سكر على كوباية مية على رشة ملح ليمون او عصير ليمون المتاح عندي، وشوية فانيليا. تغلي 10 دقايق على البوتاجاز، بعد كده نطفي عليها، وبعد كده نحطها وهي باردة. والقطايف نفسها بتبقى سخنة. اهو يا جماعة شايفين المنظر، شايفين ذهبي وجميلة ومقرمشة من بره وطرية من جوه. وهفتح معاكم واحدة دلوقتي علشان تشوفوها، شربات بتاعها من جوه وبره، وجميلة وشكلها يشهي. ويا رب الفيديو بتاع النهاردة يكون عجبكم، وجربوا ان شاء الله. عايزة منكم لايك وشير ودعوة حلوة وانتوا بتاكلوها وبتقدموها لضيوفكم ولأولادكم. ويا رب الفيديو بتاع النهاردة يكون عجبكم. ورشيت عليها اي مكسرات، كان عندي جوز الهند رشيت عليها كده علشان الشكل. اهو يا جماعة بخبركم عليها، بقول لكم ان هي مقرمشة وجوه شايفين العجوة بتلمع ازاي وشاربة الشربات بتاعها. يا رب الفيديو يكون النهاردة عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله وأمانه.